15. الا نعطيهم ربح المنتخب ما تحسنش غير 15. لا 15 لا. خير الركراكي شوف الشيء الا جبتي ولنا الكاس هذا المخرج والله هذا باه تنحيدو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان تحياتي. اليوم معايا الاخ سعيد اللي غادي نديروا واحد التحليل بسيط مبسط على المباراه ديال المنتخب المغربي والمنتخب التنزاني الشرقي. خويا سعيد تحياتي. السلام عليكم وهذا شرف ليا انني غادي ندوز معكم ان شاء الله في هذه القناه ديال فوم اللي كتحكي على الكره وكتحكي على التفاصيل ديال الكره ديال المباريات كره القدم. ومرحبا والف مرحبا بالناس المتابعين ديالنا وكما كانوا باقي الوطن الخارجي. شكرا الاخ سعيد. في نظرك المباراه ديال تنزانيا واش كتشوفها مباراه كونكوميه ولا بالنسبه لك كما كيقول الشارع بان سعيد؟ بالنسبه للمباراه ديال المغرب وتنزانيا كما كنشوفوا حاليا دابا حنا ما بقينا والو ان شاء الله في تحقيق الحلم. شحال حنا كنتسناو هذا الكاس هذا نديوه ولكن ان شاء الله غادي يكون اللعب واخا يكون اللعب شويه قاصح ما بين المغرب وتنزانيا ان شاء الله. راه تنزانيا واخا فرقه شويه صعيبه ولكن الحمد لله عندنا حنا مغاربه تايقين فيهم. عندنا اللعيبيه ديالنا اللهم بارك اللعيبيه تبارك الله كيلعبوا بقوه وكيكونوا حاضرين في 90 دقيقه كامله ما كيحبسوش وما كيعياوش. 90 دقيقه كامله ما كيحبسوش وما كيعياوش. انت تتكلم جد مات. لا حول ولا قوة الا بالله. والله ما اعرف غير منك دلوقتي يا ابو حميد. واخا تلجا شي حاجه بسيطه كيبقى اللاعب داخل الميدان وان شاء الله غادي نقدروا نتفوقوا على الفريق ديال تنزانيا ان شاء الله بشي هدفين مقابل الهدف ولا 1-0 على الاقل بحال هكا. بحال هذه المباراه هما اللي كانوا ديما المغرب اللي كيتخصاو فيه. بحال ما نفكرك في واحد الماتش اللي كان تلعب في واش 2019 في افريقيا مع البنين اللي هي فرقه ضعيفه ولكن نقصات المغرب في الدور الثمن. وكذلك كنتلاقاو مع فرقين اللي كيرجعوا اللور بحال مصر كذلك حتى هي سطتنا ودرنا دغيا ركبنا الطياره ورجعنا فهمنا. يعني الركراكي حاليا كيحاول يلعب على هذه القضيه باش انه ما يتقصاش مع هذا الفرق الساهل. الحمد لله دابا شوف الركراكي الحمد لله دابا راه خدا تجربه وغادي ان شاء الله راه غادي يدخل خطه ذكيه خطه قويه ان شاء الله باش ما غاديش يخلي الكره تضيع منا ولا الكاس يضيع منا. ان شاء الله غادي يكون الربح ديالنا ان شاء الله وغادي يكون الكاس ديالنا. نتمنوا ان شاء الله حتى 2030 نديو هذاك كاس العالم اللي المغاربه كاملين كيتسناو هذه اللحظه. المغرب كامل يفرح وتولي البلاد مزدهره والفرح والسلام والسعاده. وانا من هذا المنبر من هذه القناه هذه غادي نقول واحد الحاجه. انا غير المنتخب المغربي دا كاس افريقيا هاد المتابعين وكذا غندير لهم شي كاد شي هديه وشي قرعه ويربح ولكن ماشي دابا غنقول لهم شي كادو يكون من برا ولكن مع المباريات وانت هذه فكره زوينه. حتى انت خصك دير واحد القضيه. انا غادي اذا نعطيهم المنتخب ما تحسنش غير 15. لا 15 شوفوا كان لا شوف دير راه كاس افريقيا صاحبي. شوف ترى نيت راه كاس افريقيا صاحبي هذا حسن داك المونستاج ايوا ديرها تحت ديما المتابعين تحت يا سيدي تحت غادي نحسن هذا المونستاج ولكن وصلوا ميساج ولكن شوف الركراكي شوف خير الركراكي شوف الشيء الا جبتي ولنا الكاس هذا المونستاج والله هذا باه تنحيدو ولكن بشرط المتابعين ديالنا اللي كيتفرجوا فينا هذا الفيديو بغيت يوصل العدد ديال المشاهده والتكبيسات والكومونتيرات على الاقل يوصل للمليون ولا 2 المليون. لا دابا انت درتي واحد لا وراه المونستاجي عزيز عليا و3 سنين وانا كنربح ولا 3 مليون و2 مليون بزاف. مازال ديال كاس افريقيا راه دايزه وراه باقي 2 سنين اصاحبي. واش راه كاس افريقيا راه صعب من داك واش تقدر تسمح في طوموبيلتك وهي عندك شحال هذه وهي قديمه بالدار؟ لا من اجل المنتخب نقدر نديرها من اجل كاس افريقيا نديرها. انا شوف ما غاديش نعطيهم 2 المليون ولا مليون لا 200 100000 يا اخوان 100000 هذا الفيديو يوصل 100000 ماشي هذا الفيديو نقول زعما الماتشات الجايين ان شاء الله الماتشات الجايين 100000 وغادي يدير التحدي ديالو غادي يقرع يحسن داك المستوى لانه راه عزيز عليه. وكما قال وعدتكم بانه غيكون الهدايا وغيكونوا كادوات. يلا تهلاو براسكم شكرا بزاف على المتابعه. نتلاقاو مره اخرى وعطيونا في التعليقات ديالكم التوقعات ديالكم في هذه المباراه ديال المغرب وتنزانيا. نتلاقاو يلا 15 واك مع المفاجاه كافيه. تخيلوا زعما تحيز ولكن شنو غنديروا الذكاء الاصطناعي ونتخيلوا باللي حيت ناري صافي غنديروها ماشي مشكل. يلا تهلاو.